وده الشكل النهائي معانا بعد ما طلعناها من الفرن. نقوم بص النعومه من جوه بقى المكسرات غرقانه مكسرات اهي. النهارده هنعمل المعموله. معانا 3 كوبايات دقيق 400 جرام كلهم على بعضهم. غربنا الدقيق علشان يدخل له هواء وما يبقاش مكتوم في العجينه. نحط على الدقيق ذره ملح عشان نعادل الطعم بتاعها. احنا هنعمل معموله من غير خميره، هنعملها بيكنج باودر بس، ودي معلقه صغيره من البيكنج باودر نحطها على الدقيق كده. نجيب سكر مطحون، معلقتين ممسوحين سكر مطحون، وهنحط معلقتين نشا كبيره علشان تنعم معانا المعموله. معانا كوبايه زبده، على فكره الزبده دي زبده فرن. نحط الزبده على الدقيق بدرجه حراره الاوضه، حطينا عليها كمان سمنه، يبقى احنا كده حطينا كوبايه زبده ومعلقه كبيره سمنه. تعجن المعموله بنجيب الدقيق كده بنبسها، يعني مش بنقولها بس احنا بنبس العجينه، بنعملها كده، نقعد نبس في العجينه لحد ما الزبده تتشرب الدقيق. العجينه ناشفه كده هنحط عليها سمنه تاني علشان تبقى طريه شويه. حطينا معلقه تاني سمنه وهنبسها تاني. حطينا من الكوبايه دي كوبايه ونص زبده على سمنه، نقعد نبس فيها مش نعجن كده نرميها لحد ما تبقى قوام الزبده كده، قوامها ناعم خالص وبيبقى ماسك في بعضه كده. دي ريحه الموز طبعا كلها، او اي ريحه عندكم تتحط عادي، ولو ما عندكش ريحه خالص ممكن نحطه حبه فانيليا. معانا نص كوبايه ميه كبيره، واحده واحده كده. المعموله دي معموله بطريقه اسمها على البارد، يعني الزبده مش مقدوحه ولا السمنه مقدوحه. بس احنا زودنا نص معلقه دقيق لما لقينا العجينه طريت مننا شويه. هي اهم حاجه تبقى بالقوام ده وبرده ما تشققش. هنجيب الملبن نحط عليه معلقه سمنه، تقريبا تبقى معلقه ممسوحه زي كده، نحطها على الملبن ونعجنهم كده. ونحط المكسرات كده على الملبن، نحط شويه دقيق كده عشان نعرف نكور الملبن تبقى زي كده. نجيب كوره من كوره الملبن اللي احنا عملناها ونحطها في النص كده. دي تحفه فنيه يا جماعه، دي لوحه فنيه. هات البلاستيك اعمل معاك انا. وبعد ما خلصناهم وشكلناهم بالمنظر ده كده وعملنا فيهم اشكال كتير، هنحطهم في الفرن على درجه حراره 200 لمده 5 دقايق، وبعد كده هنقلل النار تاني لحد 180 وهيقعدوا نص ساعه في الفرن. وده الشكل النهائي معانا بعد ما طلعناها من الفرن. زي ما انتم شايفين كده طالعه لونها حلو قوي، وحاطين طبعا عليها السكر. نجربه واحده كده ونفتحها ونشوف من جوه عامله ازاي. بسكوته ناعمه خالص. بص النعومه، بص النعومه من جوه بقى المكسرات غرقانه مكسرات اهي. الملبن كمان طالع معانا حلو وبيشد كمان اهو، وطعمها كده هيبقى تحفه. بس عشان انا صايم فانا مش عارف ادوق دلوقتي. متنساش بقى تعمل فولو وتعمل لايك علشان يوصلك كل جديد مننا. كل سنه وانتم طيبين.